تعرف لو سألتك دلوقتي وقلت لك ايه اكتر حاجة بتتمناها في حياتك، عارف انت هتقول ايه؟ هتقول لي نفسي الزمن يرجع بيا لورا. لو سألتك برضه وقلت لك ليه، هتقول لي عشان اغير في حياتي واعمل كذا واعمل كذا والتزم بكذا واصاحب كذا وما صاحبش كذا والكلام ده كله. عارف ليه انا بقول كده؟ انا الاحساس ده من 5 دقايق والله انا كنت بفكر فيه. كنت بقول يا سلام لو الزمن يرجع بيا قد كام سنة لورا. فقعدت افكر فيها كده 5 دقايق كده، قلت طيب ما حاليا الوقت اللي انا عايش فيه حاليا ده، الوقت اللي انا عايش فيه واللي انا بمر بيه واللي انت بتمر بيه واللي اي حد بيمر بيه، ماشي، الوقت ده اصله هو الماضي بتاعي والماضي بتاعك. بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد كام سنة هيبقى الماضي بتاعي والماضي بتاعك انت. طيب احنا ليه ما نصلحش في الماضي من دلوقتي؟ ليه؟ انت يعني مثلا تخيل نفسك كده لو قعدت على حالتك دي بعد 5 سنين، ماشي، بعد كام سنة كده مثلا قعدت على حالتك دي ما عملتش حاجة ولا اشتغلت ولا اهتميت ولا عملت أي حاجة، هتندم وهتقول ياه لو أرجع 5 سنين بالزمن، يا سلام لو الزمن يرجع بيا لورا 5 سنين كنت هعمل وكنت هنضبط وكنت ههتم وكنت هذاكر وكنت. طيب ليه ما انت فيه؟ ما انت فيها وانا فيها، ما احنا فيها لسه اهو. طب ليه؟ طيب دلوقتي الحاضر اللي احنا بنمر بيه حاليا ده هو اللي هيكون المستقبل بتاعنا فيما بعد. طب ليه؟ طيب انا ليه ما انضبطش من دلوقتي عشان ما ندمش فيما بعد واقول يا سلام لو الزمن يرجع بيا عشان اغير وعشان اعمل. دي حقيقة والله، حقيقة، والمشكلة كل الناس بتتغافل عنها. طب هقول لك على حاجة كلنا يعتبر فكرنا فيها، اغلبنا ندمان يقول لك طب ليه زمان والدي ووالدك والناس الكبيرة دي ما فكرش تشتري في ايام الرخص، ايام ما كان الجنيه يعني يعمل عمايل، يعني ايام الجروش. ليه الناس دي ما فكرش تشتري فدادين وتشتري اراضي وتشتري عمارات وتشتري مصانع، تعمل عمايل كده؟ ليه ما فكرتش؟ عارف، اي نعم كان في فقر والجنيه كان يجي بصعوبه زي ما انت حاليا دلوقتي بتجيب ال1000 جنيه بصعوبه. هما الجنيه زمان كان كده، يعني يمكن كان الجنيه كمان ما يعادل ال100,000 جنيه ويمكن اكتر كمان، ماشي. ليه حاليا انت ما تخليش ولادك يعيشوا الاحساس ده؟ انت دلوقتي بيدك انك تعمل كده بدل ما تخليهم يعيشوا نفس الاحساس ويقولوا ليه والدي ما فكرش يشتري زمان؟ ليه؟ قبل ما يبقى مثلا الحاجه النهارده اللي احنا عايشين فيها في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، لو هي مثلا ب100 على ما اعتقد كده على ايام اولادنا ان شاء الله، ماشي، لما يبقى كبروا في السن والكلام ده كله، ماشي، ويبقى معاهم اولاد برضه، هتبقى الحاجه ديت بمبالغ رهيبه محدش يتخيلها. فهيفكروا نفس الاحساس وهيعيشوا نفس الاحساس، هيقولوا ليه والدي ما شراش؟ ليه والدي ما عملش؟ يا حبيبي انت مريت بالظروف ديت ومريت بالاحساس ده، ما تخليهمش يمروا بيه، انت لسه فيها. وعلى فكره انا بخاطب نفسي في اي فيديو انا بتكلم فيه، بحب اخاطب نفسي، بنصح نفسي قبل ما انصح اي حد، بوجه الكلام لنفسي قبل ما اوجهه ليك. والله العظيم يعلم ربنا، بص لو انت ما نفعتش نفسك مش هينفع تنفع حد، لو انت ما نصحتش نفسك ما تنصحش حد، لو انت ما اهتمتش بنفسك ما تدلش حد ان هو يهتم. فعشان خاطر ما نقعدش نندم ونقول يا ريتنا ويا ريت الزمن يرجع ويا ريت اللي حصل ويا ريت اللي جرى مكان، انت لسه فيها. خلي بالك يا صاحبي من دلوقتي عشان ما تندمش فيما بعد. سلام عليكم.